لو ابنك هو اللي بيصرف على البيت وبياكل ويشرب يبقى تعالي قولي بيت ابني واقعدي، لكن انا اللي باكل واشرب، يعني انت جايه تقعدي عندي مش عند ابنك. لا بالشنطه دي كده هتقعد يوم، دي جايه تقعد 20 يوم شكلها. بس منال ما تضيعي لي على المسلسل. لا انا بتفرج على المسلسل بتاعي، لما يخلص يبقى ضير. مين جاي؟ معرفش. طب شوف مين. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. منور. ازيك يا منال؟ ازيك يا طنط عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله. ايه اخباركم؟ اخ ياني. الحمد لله. ايه يا منال مش ناويه تقولي لي يا ماما بقى؟ بقالك قد ايه متجوزه ابني؟ قولي لي يا ماما حتى. ما عنديش غير ام واحده. انت مرات ابني. ما بتقالش غير ماما دي، غير الام واحده بس، هي امي. لا اله الا الله. ربنا يديها الصحه. اقول لماما امي تاني ليه؟ طب ماشي يا بنتي قولي لي يعني يا ماما، حسسيني ان انت مرات ابني كده. مرات ابنك يا طنط دي مش محسساكي؟ تاكلي ايه؟ كنافه. خير يا ماما في ايه؟ ايه؟ خير في ايه؟ زهقت يا بنتي من القعده لوحدي، كل يوم افطر لوحدي افطر لوحدي، زهقت. قلت اجي اقعد عندكم اسبوع ولا حاجه. تقعدي فين؟ يا ماما. لا ثواني، تنوري ايه؟ ثواني. فيها من ايه؟ تقعدي فين؟ هقعد معاكم. تقعدي معانا فين؟ هنا؟ ايوه. انت جايبه هدومك وجايه تقعدي معانا هنا؟ ايوه يا بنتي. ايه اللي ايوه؟ من نفسك كده؟ مش مفروض قبل ما تيجي تدينا تليفون الاول انا جايه ينفع اقعد عندكم؟ جايه لكن جايبه شنطتك وجايه ايه؟ وانا عشان اجي بيت ابني استأذن؟ ايوه بيت ابنك. امي جايه عندنا في ايه اللي انت مش عارف ان مامتي جايه؟ ماشي. سوقني بس. وبعدين انت جايه بتحطيني قدام الامر الواقع. ايه يا بنتي الامر الواقع وانا جاي اعمل هو ايه؟ في حد بيروح لحد كده مره واحده؟ مش المفروض بنديله خبر الاول انا جايه ينفع اقعد عندك يومين ثلاثه، جايه يوم وماشيه، ما يجيش كده وجايب شنطه هموم وانا جايه اقعد عندكم. لا احنا مش فاتحينها لوكاندا. معلش يا ماما عشان والدتها جايه بس. طب وانا هعمل ايه لوالدتها يا ابني؟ هتنامي فين؟ يعني ايه؟ وحتى لو مش والدتي جايه، انا مش بتكلم على والدتي جايه، جايبه المفروض في استئذان قبل ما تيجي. استئذان ايه يا بنتي وانا هستأذنك عشان جايه بيت ابني؟ ما تتكلم يا ابني. هيتكلم يقول ايه؟ هيتكلم يقول ايه ابنك؟ يتكلم يقول ايوه امي تقعد، ما دي شقه ابني. تنوبي يا امي ايه؟ في ايه المشكله؟ ده تقعد. بس عشان والدتها بس جايه ف لا لو خليها يوم تاني. لو ابنك هو اللي بيصرف على البيت وبياكل ويشرب يبقى تعالي قولي بيت ابني واقعدي، لكن انا اللي باكل واشرب، يعني انت جايه تقعدي عندي مش عند ابنك. قولي كده بقى. عشان انت اللي بتصرفي على البيت وبتاكليه وبتشربيه، ماشي على طوعك والكلمه كلمتك والشوره شورتك، صح؟ صح يا منال؟ الحمد لله. احسبيها زي ما تحسبي. هي كل واحده بتصرف على البيت عشان جوزها قاعد شويه من الشغل يبقى هي الكلمه انا كلمتها. وجوزي هو قاعد من الشغل انا اللي بصرف، دي حاجه ما بيننا، ما بنحبش حد يتدخل في التدخلات. انا بتكلم في حاجه دلوقتي، اسالي اي حد كده، الاصول ما تتعدش. قبل ما تيجي عند حد تستاذني قبل ما تيجي، ما تجيبيش شنطه هدومك وجايه. صح. وبعدين رمضان، يعني رمضان ما بيحبش حد يقعد عند حد. ليه؟ ده رمضان بيحب اللمه يا بنت. ما احنا ملمومين بيه انا وعيالي وجوزي. طب ما امك جايه منين؟ جايه عند بنتها. طب وانا جايه عند ابني؟ يعني هتاكل وتشرب من جري بنتها. خلاص هقعد واصرف انا من معاشي. هتصرفي علينا كلنا؟ لا هصرف على نفسي بس، اصرف عليكم كلكم بتاع ايه يا لا مش ماما؟ هينفع والله. هو امي هتنام على سرير وعيالي على سرير واحنا في اوضتنا، مفيش هنام مكان. هنا، هنام على دي. هو ايه المشكله تقعدي عندنا وخلاص؟ ما ينفعش. فاهم مامتك يا محمود اللي هو ما ينفعش. معلش يا ماما. ما ينفعش. يبقى تعالي وقت تاني، هبقى اشوف لك يوم كده ان شاء الله تيجي تباتي عندنا فيه، بس هبقى اقول لك قبليها، لكن ما تجيش تفاجئيني كده، انا ما بحبش المفاجآت. طب اعتبريني زي امك وقعدي. قلت لك ما فيش حد زي امي. طب اعتبريني زي ان انا حماتك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص يا ماما معلش. مامتها تروح تبقى تعالي. انت اللي عملت كده. ايه اللي عملت انت كده؟ لو كنت بتشتغل وبتصرف على البيت وليك كلمه في قلب البيت ما كانش هي اتجرأت تقول لي الكلام ده، لكن الخيبه ما بعدها خيبه. هعمل ايه انا؟ هعمل لك ايه يا ابني؟ ما تعمليش حاجه يا ماما. بره وجوه فرشت لك وانت ماله ايه عدلك. هو الاحسن ليكي ايه؟ اللي هو يقعد وانا اقعد ونيجي نمد ايدينا ليكي ونقول لك ادينا؟ كلامك صح.
انا مش هقدر على الاقل انا ما خليتوش يمد ايده لحد، لا قريب ولا بعيد. كفايه ان انت يا حبيبتي بتصرفي عليه والكلمه كلمتك اكنك انت الراجل في البيت. اصل هقول لك على حاجه، القرايب ما بتنفعش دلوقتي، يعني هو عارف ومتاكد. لولا انا وكان جه قال لك هاتي جنيه هاتي اتنين ما كنتش هتديله، ولا انت ولا اخواته ولا حد هينفعه. عارف اللي في الاول ملوش غير مراته وعياله. صح، مراته اللي بتصرف ومراته اللي بتاكل لازم يبقى ملهوش الا انت. طيب. ربنا يا حبيبتي يهني سعيد بالسعيده ويبعد السلام عننا عليكم. اي حد. وما رحتيش عند اسماء بنتك ليه؟ ولا لا، ما اسماء بنتي استحملتش؟ ده حبيبتي راجل، جوزها راجل غريب، لكن ده بيت ابني. خافت على جوز اختك من المصاريف فجاي احنا اللي نصرف. ماشي منال، لو امي هتقعد لا يا يوم حبيبتي منال. وفري. لا بالشنطه دي كده هتقعد يوم، دي جايه تقعد 20 يوم شكلها. بس نقطينا بسكاتك. والنبي لو هقعد في الشارع ما اقعد معاك انت ولا مع الخلقه دي، وانت خليك كده قاعد واسمع كلامها، الشوره شورتها والكلمه كلمتها. خلي القعده تنفعك يا ابني يا حبيبي، خلي القعده تنفعك يا حبيبي. ايه يعني سكت يعني؟ خلاص بقى منال بقى. انت عارف امك كانت جايه ليه؟ ليه؟ عشان تراقب احنا جايبين ايه وعملنا ايه وخلينا ايه. ماشي. قعدت جايه امك دي مش سهله. وبعدين انا مش عايزه اقعدها، اوعى تفتكر ان انا مش عايزه اقعدها، كنت لازم اعمل معاها كده عشان ما تجيش عندنا تقعد تاني. ما تخليش امك تبص ايه اللي داخل لنا وايه معانا ايه وخلينا ايه. العين فلقت الحجر. هتعرف منين يا منال؟ هي ما هتيجي وتقعد. لو جت قعدت عندنا باتت يوم هتشوف احنا بناكل ايه بنلبس ايه جبنا ايه. امك عينيها كده، لكن كده احسن حاجه عشان ما تفكرش ان هي تيجي تقعد عندنا. ماشي. العين فرقت الحاجه هيقوموا معاهم قرشين. منال معاها بتشتغل بتجيب قد كده، لكن كده احسن. اللي انت شايفاه خلاص يا منال بقى. منال كده مش عارفه اخلص الجيم لغايه دلوقتي. نكدت عليك، معلش امك نكدت عليك. كمل الجيم انت وامي. كمل. هي ضيعت عليا نص المسلسل، استغفر الله العظيم يا رب.